السؤال ده جالي كتير جدا جدا، فجاوب عليه النهارده. الشبكه الهوائيه تشتغل بعدسه عاديه ولا لا؟ كمل معايا الفيديو شرح من الاخر، لايك وشير الفيديو عشان كل الناس تفاد. ولو عندك اي مشكله او تسيبوني تعالى تحت وان شاء الله ارد عليك فيه تجينا تعالى، والوقت هقول لك طبعا على السلامه. هقول لك يعني الشبكه الهوائيه دلوقتي بتشتغل على عدسه عاديه. اغلبيه الشبكات دلوقتي شغاله على عدسه معدله، 1% تقريبا او اقل شويه او يزيد اللي هو شغال على عدسه عاديه مش معدله. هو بس بيعمل شهره للشبكه بتاعته عشان تشتغل، وبعد كده بيروح مشفره تشفير كامل مفيش اي مشكله فيها، ويشتغل بعد كده على العدسه المعدله. العدسه المعدله بتبقى معموله ازاي يا طه؟ بيفك الكفر ده ويفك الوش بتاعها خالص ويغير الكريستاله بتاعتها بالكريستاله المعدله. طبعا مش هدخلك في حوارات معايا كتيره، مش هشغل دماغك، انا هقول لك القصه كلها. بس ان انا بقول لك العدسه المعدله طلع عليها الشبكات دلوقتي. العدسه المعدله كذا نوع في السوق، احلاهم واحسنهم سمارت. بصراحه سمارت دي ممتازه جدا عشان بتشتغل على الناحيتين تقريبا، تشتغل عدسه معدله وعدسه عاديه. انا جاوبتك كده على السؤال اللي انت كنت يعني مستني تعرفه. الشبكه الهوائيه بتشتغل عليها بتشتغل على عدسه معدله في اغلب الاماكن. طيب معممه على مصر 99% تقريبا الوقت او 90% ان الشبكه دي موجوده في انحاء مصر كلها. بتشترك ازاي؟ خش على الفيسبوك واكتب المكان اللي انت فيه، او قول مثلا في جروبات دلوقتي موجوده على الفيسبوك محطوط فيها الحاجات بتاعت الشبكات لو تلاقيها مكتوب عليها شبكات هوائية. دي فيها كل حاجه، خش وهتلاقي الشبكه بتاعتك موجوده جنبيك على طول، مفيش اي مشكله فيه. فان شاء الله الرحمن دي كانت ملخص كامل لقصه العدسه الهوائيه. عجبك الفيديو لايك وشير وصلى على النبي.